في الفيديو بتاع النهارده هقول لك ازاي تلم المواد كلها في الوقت القليل ده وكمان في ليله الامتحان. وطبعا انا عارف ان احنا كلنا ما نزلناش الدروس من اول السنه، واللي كان بينزل اصلا ما كانش بيركز مع المستر وكان بيركز في حته ان هو يشوف الكراش بتاعته ويتخيل كده بس شويه حاجات كده في دماغه ان هو هيقول لها ايه لو هي قابلت الاد بتاعه على انستجرام، ولا لو هي نزلت ستوري او عمل لها ريبلاي هي هترد تقول له ايه. فحرفيا كلنا ما كناش بنركز في الدروس، واللي كان بيركز بقى فطبيعي ان هو ما كانش يدخل الفيديو ده. الفيديو ده معمول للناس اللي هي ما كانتش مركزه ولا عارفه كلمه خالص في المنهج من اول السنه، فانت هتطلع من الفيديو ده سواء كنت اولى او تانية ثانوي عربي او لغات، فانت هتطلع من الفيديو ده عارف ازاي تلم المواد كلها في ليله الامتحان او حتى كمان في الوقت القليل كده اللي بيكون قبل كل ماده. انا عايزك كده تفكر وتشغل دماغك كده معايا. احنا كلنا ما بنذاكرش من اول السنه علشان عارفين ان احنا سنوات نقل اولى وتانية ثانوي وكده وان كل الناس هتنجح، بس انت لازم تفكر فيها كده وتقول ان احنا هننجح ازاي اصلا من غير ما نذاكر. ده لازم فعلا تذاكر، على الاقل لو انت ما تعرفش اي حاجه من المنهج في اول السنه فشد بس الفتره دي علشان تعرف تجيب اي مجموع، او علشان بس كده تخش الامتحان تحل لك كام سؤال تنجح بيهم. انت مش هتنجح وانت سايب الورقه كلها فاضيه علشان بتفكر في عيون الكراش، انت لازم تنجح وانت حالل شويه اسئله. وطبعا مش عايزك تعتمد على الغش لان في شويه مراقبين ممكن يراقبوا عليك، حرفيا انت مش تقدر تبص جنبك كده علشان تغش ولا تلقط سؤال من صاحبك. فلازم فعلا تركز في الموضوع ده ولازم تعقل معايا كده وتسترجل شويه علشان نقدر نلم اكبر قدر من المنهج في الوقت الباقي ده. وباذن الله انا متاكد ان انت بعد الفيديو ده هتطلع عارف منه انت هتلم المواد كلها ازاي، لان انا في الفيديو بتاع النهارده هقول لك على اجمد مدرسين ممكن تذاكر معاهم سواء كنت في اولى او تانية ثانوي عربي او لغات. فانا عملت احصائيات جامده جدا جدا انا واكتر من 50 واحد من صحابي، اتفقنا على كده شويه مساتر هقول لك عليهم في الفيديو بتاع النهارده، وكمان هسيب لك لينك قنوات المساتر دي كلها تحت في الديسكربشن فهتقدر تخش عليها على طول وتقدر تتابع بقى وتلم كل المواد بتاعتك. وكمان في اخر الفيديو على فكره هقول لك على اجمد طريقه مذاكره اتبعتها في اولى ثانوي والحمد لله نجح، وان شاء الله كلنا هننجح اهو في تانية ثانوي في الترم الاول وكمان في الترم الثاني ان شاء الله هنحاول بقى نشد مع بعض وكل حاجه. بس الاهم بقى من كل ده ان انت لو اول مره تشوفني على اليوتيوب فانزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب، لو عليا كده بلايك كومنت فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن برده تحت اللينكات بتاعه قنوات المدرسين. فلازم نروق على بعض كده، وانا خلي بالك هخليك تلم كل المواد من غير الفرهده بتاعه الدروس، وهخليك تلم كل المواد مجاني وانت بتذاكر على التابلت بتاع الثانويه او على الموبايل بتاعك او على اي جهاز عموما. وخلي بالك لازم تذاكر على التابلت بتاع الثانويه علشان لما تيجي تذاكر على الموبايل الشاشه بتاعته بتكون صغيره، وكمان هتلاقي كل شويه اصحابك قاعدين بيبعتوا لك على جروب الواتساب بتاعكم، ففكك خالص ان انت تذاكر على الموبايل علشان انت هتتشتت. انا زيك وعارف الدنيا بتمشي ازاي في الموضوع ده. لو انت عايز تعرف ازاي بنفتح جوجل ويوتيوب على التابلت بتاع المدرسه فاهو الفيديو ده نازل، وكمان عندك الفيديو ده، عندك كميه فيديوهات هنا على القناه، خش كده خد لك لفه في القناه وهتلاقي كميه فيديوهات جامده جدا واكيد انت هتستمتع بالحوار ده. وخلينا بقى نبدا مع بعض باول ماده لازم نلمها وهي اللغه العربيه. وطبعا اللغه العربيه دي بتنقسم معانا لثلاث حاجات. اول حاجه هي الادب، والادب ده احنا هنركنه شويه على جنب وهنخش بقى عندك في البلاغه والنحو. البلاغه والنحو دول الحاجات الفهم اللي عندنا هنا في المنهج في اللغه العربيه، فسواء كنت في اولى او ثانيه ثانوي فما فيش قدامك غير مستر محمد صلاح. مستر محمد صلاح بجد من اجمد المساتر اللي هيشرحوا لك النحو والبلاغه واللي انت هتفهم منهم كل حاجه من الالف للياء حتى لو انت اصلا ما تعرفش حاجه عن المنهج. فحته النحو والبلاغه لو انت لسه ما بداتهمش اصلا خش كده خد لك لفه في قناه مستر محمد صلاح وهتقدر تلم كل حاجه. من ناحيه بقى الجزء بتاع الادب فده انت لازم كده كده هتحفظه، فهتحاول بقى تفتح الكتاب بتاع الامتحان او كتاب الاضواء او اي PDF عندك في الجزء بتاع الادب، وهتحاول واحده واحده بقى ان انت تحفظ شويه في الادب ده وتلم اغلب الحاجات. اما بقى بالنسبه للماده الثانيه فهي الانجليش، والانجليش ده كان عامل عقده كبيره جدا جدا لشويه من صحابي لحد اما شافوا قناه مستر محمد سالم اللي هو موجود في موقع الخطه. والمستر ده حرفيا خلاهم ينجحوا في اولى الترم الاول والترم الثاني، وان شاء الله كمان هيخليهم ينجحوا اهو في الترم الاول من ثانيه ثانوي. وبجد المستر ده عالمي جدا، شرح الجرامر بتاع الانجليش وكمان بيقول لك اهم الكلمات، فدي حاجه جامده جدا. الماده الثالثه بقى وهي ماده الفرنش، وماده الفرنش دي كانت عامله لي عقده انا شخصيا لحد ما شفت ميس مريم سمير، وفعليا مفيش احسن من الميس دي في الشرح بتاعها لماده الفرنش. اما الماده الرابعه بقى فهي الالماني، وانا بالنسبه لي انا ما كنتش الماني بس سالت اغلب صحابي الالماني وقالوا لي كلهم ان هم ما كانوش بيذاكروا غير مع مستر احمد منعم، وده هو كده اللي كان بيلم لهم المنهج بتاع الالماني كله في اقل من ساعتين ولا حاجه. فحرفيا انت تقدر تلم ماده الالماني دي كلها في ساعتين ثلاثه في ليله الامتحان لو انت كنت بتذاكر مع مستر احمد منعم. خلي بالك الجزء اللي فات ده كان منطبق على اولى وثانيه ثانوي، فلو انت اولى او ثانيه ثانوي فكل المساتر دي لو انت عملت سيرش عنهم او خشيت على اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن هتلاقي الملخصات بتاعتهم لاولى او ثانيه ثانوي، فانت مالكش حجه. انزل اعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي حالا ويلا بينا بقى نتكلم عن المواد التجريبي. لو انت تجريبي زي حالاتي كده وخايف من الكيمستري فما فيش قدامك غير مس سلمى شيحه. حرفيا المس دي هي اللي خلتني افهم الكيمياء بتتكلم عن ايه، وخلتني ان انا اتحول من ان انا بدل ما كنتش بحل اي حاجه
في النماذج بتاعه الكيمستري بقيت تقريبا بحل 75% من نماذج الامتحانات بتاعه الكيمستري. انت متخيل معايا الشرح بتاعها هيكون عامل ازاي؟ فلو انت في اولى او ثانيه ثانوي مش عارف اي حاجه خالص في منهج الكيمستري، فروح شوف على طول الملخصات بتاعه مس سلمى شيحه، فعليا بتعمل لك كده ملخص للكيمستري في ساعتين ونص. انت متخيل يعني ايه ساعتين ونص بتلم فيها منهج الكيمستري كله؟ بجد دي حاجه تحفه قوي. اكتر ماده بقى عامله عقده لاولى او ثانيه ثانوي عموما وهي الفيزيكس. الفيزيكس دايما بتكون اكتر ماده عامله عقده لاي حد انا اعرفه. حرفيا دخلت اسال كل الناس اللي عندي اعرفهم في اولى او ثانيه ثانوي ايه اكتر ماده معقداك في حياتك، قالوا لي كلهم الفيزيكس. لحد بقى لما عرفوا قناه هنذاكر اونلاين، وقناه هنذاكر اونلاين بينزلوا كميه ملخصات لاولى او ثانيه ثانوي في ماده الفيزيكس حرفيا خلت اغلب الناس اللي انا كلمتهم دول عندهم عقده في ماده الفيزيكس، خلوهم كلهم يلموا الماده دي لما هم جم يذاكروا من قناه هنذاكر اونلاين. فلازم تخش كده تاخد لك بصه على القناه وتشوف الملخصات بتاعتهم في ماده الفيزيكس، وهم عموما اصلا بينزلوا ملخصات لكل المواد، بس اجمد حاجه عندهم هي ملخصات الفيزيكس وبتكون جامده جدا بصراحه. وانا شخصيا جربتهم وشفت كده كام ملخص وبجد كانوا جامدين جدا. تعالى بقى اكلمك عن الماده اللي انا شخصيا مش عارف المها غير لما دخلت على قناه مس اسماء صبحي، والماده دي هي البيولوجي. وحرفيا في اولى او ثانيه ثانوي انا كنت بعيط كده من ماده البيولوجي دي. انا بكره حاجه اسمها احياء عموما، فانت لو انت بتكره برضو الاحياء ومش عارف اي حاجه عن المنهج برضو من اول السنه، فلو انت في ثانيه ثانوي هتخش على قناه مس اسماء صبحي. اما بقى لو انت كنت في اولى ثانوي فمفيش قدامك غير قناه مس رشا رجب في البيولوجي، كانت توب التوب بصراحه معايا في اولى ثانوي، والحمد لله خلتني انجح في البيولوجي بتاع اولى ثانوي مع انه كان صعب جدا وكان مضايقني انا شخصيا. وتعالوا بقى نلم مع بعض اخر ماده وهي الماث. والماث لو انت في اولى ثانوي فهيكون قدامك مستر واحد بس، هو مستر شادي الشرقاوي اللي هو تبع برضه منصه وقناه الخطه، وبجد الراجل ده عظيم جدا جدا يا جماعه. من اول ما انا دخلت الترم الاول والترم الثاني في اولى ثانوي كنت بتابع دايما اول باول الملخصات بتاعه مستر شادي الشرقاوي ده، وكان بجد عظيم جدا جدا بالنسبه لي وخلاني اجيب درجه كويسه الحمد لله في الماث في اولى ثانوي. وان شاء الله يا رب اعدي في ثانيه ثانوي اهو، علشان انا عايز اقول لك بقى ان انت لو في ثانيه ثانوي والماث عامل لك عقده كبيره قوي فمفيش قدامك غير مستر عبد الله نصر. ومستر عبد الله نصر بجد جاب لي الخلاصه كده في المنهج بتاع الماث. انا ما كنتش عارف حاجه تماما من اول السنه عن المنهج بتاع الماث، فمستر عبد الله نصر كده لففني حوالين المنهج كده شويه وخدت كده المعلومات المهمه منه من الملخصات بتاعته. وكمان هو احسن حاجه فيه ان هو بيحل كمان مع الشرح بتاعه، فبجد دي حاجه عظيمه جدا من مستر عبد الله نصر. لو انت عايز تخش بقى على كل القنوات بتاعه التجريبي او حتى كمان العربي والانجليش والفرنش والالماني، سيب لك لينك موجود تحت في الديسكربشن. ما تنساش بقى بالمره وانت نازل كده تشيك على اللينكات بتاعه القنوات بتاعتهم، تعمل لي لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عارف. وتعالى بقى اكلمك يا اخويا لو انت عربي او عام يعني عموما هتذاكر ازاي. لو انت عام ومش عارف اي كلمه في الاحياء فلازم تذاكر مع قناه الموسوعه مو صلاح ومحمد ايمن. بجد المدرسين دول من اجمد المدرسين في نقطه الاحياء، والشرح بتاعهم والملخصات بتاعتهم بتكون جامده جدا. ومفيش اتنين من صحابي اختلفوا على القناتين دول ان هم اجمد قناتين. لو انت مش عاجبك الشرح بتاع الموسوعه مو صلاح وده مستحيل، فروح شوف كده الشرح بتاع مستر محمد ايمن وهتلاقي فعليا ان الاثنين جامدين جدا. اما بقى الرياضه فلو هي عامله لك برضه عقده نفسيه كده في دماغك وان انت مش عارف تلمها خالص، فمفيش قدامك غير قناتين برضه، قناه مستر لطفي زهران وقناه مقهى الرياضيات، والقناتين دول جامدين جدا. اما بقى بالنسبه للفيزياء فمفيش قدامك نهائي غير قناه مستر محسن الحسيني. بجد اجمد مستر وطريقته روعه جدا في الشرح والتلخيصات بتاعته بتكون رهيبه قوي. اما بقى لو انت عايز تلم الكيمياء ومش عارف تلمها خالص فمفيش قدامك غير مسترين، مستر خالد صقر وكمان مستر محمد عبد الجواد. وبجد انا لما كنت بسال صحابي اللي كانوا متسوحين في الكيمياء قالوا لي ان هم ما لموش الكيمياء غير مع المسترين دول. فهتلاقي لينكات بقى القنوات بتاعت كل المساتر دي موجوده تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت. خش بقى خد لك لفه في القنوات دي كلها ولم بقى كل المواد في ليله الامتحان والوقت القصير اللي احنا فيه ده. لو انت بتسال بقى على اجمد طريقه مذاكره فهي ان انت هتذاكر 45 دقيقه وتاخد ربع ساعه بريك. لو انت حاسس ان انت تركيزك عالي وممكن تذاكر ساعه بعدين تاخد 10 دقائق بريك فاعمل كده. احنا في الوقت ده بنحاول نذاكر اكبر وقت ممكن ونلم برضو اكبر قدر من المنهج، فانت هتشوف انت بترتاح مع ايه وتعمله. في ناس بترتاح انها ممكن تذاكر 25 دقيقه وتاخد 5 دقائق بريك، دي طريقه البومودورو تكنيك. بس انا عن نفسي في وقت الامتحانات دايما بذاكر 45 دقيقه وباخد 15 دقيقه بريك، وبيكون الدنيا ماشيه معايا زي الفل والحمد لله بقدر الم اكبر قدر من المنهج. اكتب لي بقى تحت في الكومنتات ايه اكتر ماده معقداك في حياتك. لو انت ما لقيتش المستر اللي انت بتتابعه وبتشوف الملخصات بتاعته عموما في اي ماده فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات برضو ونشوف ايه المدرسين برضو اللي نقصوا معايا هنا في القائمه دي. وبس كده يا جدعان، كده خلاص الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.